هل يعقل إنسانيا وحضاريا من شركة مقاولات تقوم بأعمال ترميم أشبه بعمليات التجميل؟ هل ممكن سباك يقوم بعملية تجميل؟ ما ينفعش. سباك يقوم بعملية تجميل ما ينفعش. هنا الكنيسة العريقة ماري جرجس، إنشاء يمكن من العصور الوسطى. الحجارة القديمة فوق باينة قوي. الحجر لما بيجي يعمل عمليات الترميم المفروض دي مدارس في فن الترميم. تقريبا عمل تجديد للمنشأة، المنطقة اللي هو ده تجديد خالص، فرق كده بيحولها لمنشأة حديثة. بيشيل ويحط، مش بيرمم، بينزع ويحط. دوت من اهم المشاكل اللي احنا بنعانيها واللي احنا بنتكلم فيها في ترميم الاثار، الخروج بالاثر عن اصالته وعن اثريته ليبدو منشأة جديدة تفقد هويتها. هو الاثر دلوقتي ممكن يتوه، هو مين؟ الاثر لو اتكلم وليه لسان يقول لك انا مين؟ انا فقدت هويتي، فقدت شخصيتي. زي واحد تعمل عملية تغير له ملامحه خالص، مش جزء فيه حتى. هما فاهمين عملية الترميم غلط. المنشأة تحت التخريب وبيستعمل مصطلح ترميم خطأ. المفروض أي عالم ترميم في العالم يشوف المنشأة يحصل لها كده هيزعل جدا جدا جدا. بيعملوا إيه في الآثار؟ بيشيلوا. هي مبنية برضو على أطلال حصن بابلون. الكنيسة ماري جرجس ودي تتبع الروم الأرثوذكس، مش الكنيسة المصرية. برج الكنيسة، وهي طبعا بتحمل اسم القديس ماري جرجس الشهير، وهو كان قائد روماني واعتنق الديانة المسيحية وعذب ومات شهيد. في أماكن كتير على اسم ماري جرجس في أنحاء العالم. امتداد ليها حصن بابلون متحف القبطي، وبعدين الكنيسة المعلقة مبنية أيضا هناك، مبنية على الحصن نفسه وأطلال الحصن، ولذا سميت معلقة. ودي برضو معلقة، يعني هي برضو على أطلال الحصن اللي هي كنيسة مرجع. الكنيسة المعلقة اسمها الأصلي كنيسة العذراء. المفروض مجرى النيل كان هنا يوصل للمكان ده، يعني مكان محطة مترو الأنفاق. كان عندها واحدة يعني محطة مترو الأنفاق دي، محطة مترو الأنفاق ده هي المفروض كان مجرى النيل هنا في المكان ده. لما جه عمرو بن العاص القائد العربي فتح مصر كان وصل لحد هنا وحاصر الحصن 7 شهور. كان النيل هنا هو في الحته دي، وبعدين هم نقلوا مجرى النيل للمنطقه اللي احنا فيها. المنطقه دي كلها كانت ميه. منطقه هنا مجمع الكنائس والمعبد اليهودي وجامع عمرو على مقربه، فهي مجمع اديان يحمل ملامح الاديان الثلاثه، اليهوديه والمسيحيه والاسلام. القبطي في مجموعة من الآثار التي تحمل ملامح الفن القبطي. غاية حربي كان خاص بالجنود الرومان العصر الروماني. وطبعا القائد عمرو بن العاص والعرب الحصن وتحول لأطلال، ومنحت المنطقة للكنائس، فيها عدة كنائس منها 6 بربرة وفيها أبو سرجة وأدي المتحف القبطي.
نعم. نزل ضمن اصدقاء البيئه. مصر كان في طبعا اماكن اقامه وفي بير وفي سراديب تحت مم. ده اعمال شغالين هم في ده. يبقى في مياه جوفيه، كانت في مياه جوفيه في الحصن في الكنيسه تم سحبها من كام سنه، بس انا زعلانه جدا على عمليه التجديد دي. يتم الترميم بالشكل بيخرج الاثر عن اثرياته ولا يتوقف فن بتاع الترميم نفسه.